لا يا صديقي، انا لما بقولك ثق فيا في الهدية يبقى احنا هنهادي قطعة واحدة عالميا 1 اوف 1 مش هتشوف زيها، لا في الطول ولا في حجم الحبات ولا حتى في شكل الفضة ولا حتى في الوزن يا صديقي. مش هتلاقي سبحة 262 جرام يعني ازيد من ربع كيلو من الفيروز الايراني الكرماني، بلد الاستخراج كرمان شافي ايران، بحجم حبات كبير جدا وضخم 17 ملي و18 ملي و19 ملي، مع الفضة عيار 925 المميزة جدا. وزن الفضة فقط في السبحة 50 جرام، ومش هتشوف بجمال الشرابة دي تاني. اقول لك على حاجة، احنا نقدر نزود عليها كوين الاسم كمان علشان تكون سنيه. بالطريقة دي هنكتب الاسم وآية كريمة ورا، او بالطريقة دي والفونت ده خاص بسرايا عابدين زي ما حاجات كتيرة خاصة بسرايا عابدين، وتعمل الامضة الخاصة بالاسم بتاعك. دي حاجات كده يونيك يا صديقي وما بتتكررش، وتكون لشخص واحد عالميا. او المكعب ده وبرضه ده من تصميم سرايا عابدين وابتكار سرايا عابدين يا صديقي، هنقدر نركبه في وسط السبحة عشان تبقى قطعة يونيك زي ما تصميم الميدالية حاجة كده خاصة بسرايا عابدين. وسعر السبحة 60,000 جنيه مصري، وده السعر فعلا خرافي على فيروز بهذا الحجم وفضة بهذه الشكل. فيروز كرماني، فيروز ايراني كرماني، بوزن اجمالا 262 جرام. وطبعا ما ننساش ضمان سرايا عابدين على الفضة والاحجار، هتكون قطعة واحدة عالميا يا صديقي. 1 اوف 1 هدية لشخص عظيم مميز. اشوفك دايما على خير.